محمود علاء لعلي الفيل. علاء للمره الثانيه تمريرات بعرض الملعب تعمل مشكله في منتهى الخطوره، خطيره. خالد قمر ممكن جول جول جول، مش ممكن محمود علاء يعمل واحده ايه، بيعمل واحده عرضيه لخالد قمر اللي بيستغل اول الاخطاء الدفاعيه. خالد قمر مع الدقيقه 30 تقدم زملكاوي من اللعبه اللي عملها بعرض الملعب. لسه بقول تمريرات عرضيه في المكان ده ما كملتش الكلمه، كأن قلبي حاسس يعملها محمود علاء. صعب قوي تبقى اخر لاعب في الملعب حتى لو جنبك زميلك فاتح لك وتعمل في المكان ده والمساحه دي. بص اهو السيناريو اللي بتكلم عليه، علي الفيل ليه محمود علاء اللي بيرجع الراجل عملها ثرو باص، ايه ده، عملها بلسم كأن واحد مصمم هجمات لنادي الزمالك وبيعمل بينيه لخالد قمر اللي واقف في مكان كويس قوي ويحطها على شمال احمد سعد. هدف التقدم لنادي الزمالك. 1 للزمالك اهي اللعبه، وحاطط بطن رجله خالد قمر عشان يحط نادي الزمالك في المقدمه بعد 30 دقيقه. 1-0 اللي اكيد هيغير من ملامح اللقاء على اقل تقدير هجوميا لنادي حرس الحدود اللي كان متحفظ تماما خلال الوقت اللي فات ومستني يلعب على